النهاردة هنبدأ أول قصة رعب باسم عالم الموت. يا ريت لو أنت لسه جديد عندي في القناة تشترك وتفعل زر الجرس، تعمل لايك وتكتب تعليق وتشير الفيديو لغيرك عشان يستمتع بالقصة. القصة قصيرة مش هتكون طويلة جدا، بس كل اللي أنا عايزه منك إن أنت تسمع القصة للآخر وتحكم عليا إذا كان أداء وحش أو حلو. لو كان أداء وحش اكتب في التعليق أدائك عايز يتظبط، عايز حاجة، يعني نحاول نشجع بعضنا عشان ربنا يكرم. تمام يا شباب، يلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا وعلى بركة الله. بالليل بالتحديد الساعة 3 الفجر كان فيه هدوء مرعب مسيطر على الشارع، ولا حتى صوت كلب بيهوي. عم سعيد كان راجع من الشغل متأخر زي العادة، راجل على قد حاله بيشتغل حارس أمن في مقابر الروضة. شغله إنه يراقب المكان بالليل عشان محدش يدخل يسرق مدفن أو ينقب على حاجة معينة جوه المقابر. الموضوع بالنسبة له كان عادي لحد الليلة دي. وهو ماشي بين القبور ماسك كشاف صغير، سمع صوت خبط جامد جاي من مدفن في آخر الصف. وقف مكانه، جسمه اتشل وعرق وبرد نزل على جبينه. قال لنفسه يحاول يهدى شوية، أكيد قطط، أهي قطط وبتتنطط فوق الرخام. بس الخبط اتكرر، بس المرة دي كان واضح جدا إنه جاي من جوه المدفن نفسه مش من فوقه. صوت حد بيخبط على باب المدفن من جوه بعنف. هما دخلوني هنا، هما دخلوني وأنا لسه عايش. سعيد وقع الكشاف من إيده من الخضة، وصوته اتخنق جوه صدره. قرب منه بالعافية، إيده بتترعش، وقال بصوت واطي: مين؟ الصوت جه أعمق وقرب. أنا مدفون بالغلط، افتح قبل ما أموت بجد. سعيد كتم نفسه للحظة، وبعدها جري راح يجيب مفتاح المخزن اللي فيه مفتاح المدافن. رجع بعد دقيقة قصيرة، بس كانت بالنسبة له سنين. الصوت كان لسه شغال، والخبط بقى أقوى، كأن اللي جوه بيموت من الخنقة. فتح الباب بالعافية، والباب اتزق جامد كأن حد واقف وراه مستني اللحظة دي. ولما الباب اتفتح كان الظلام مال القبر، وردة بلاستيك متاكلة ورائحة قذرة تخنق النفس. بس مفيش أي حد جوه، ولا بشر ولا جثة ولا حتى كفن. سعيد وقف مذهول، ووشه اتسحب منه الدم كله. رجع خطوة وسمع صوت حد بيلمس وراه: ما تخافش أنا وراك. لف بسرعة، مفيش حد، بس هو حس بتنفس سخن على ودنه، وحس بإيد بتتحط على كتفه من ورا. في اللحظة دي كل الكشافات اللي في المقابر انهارت لوحدها، وبدأت المدافن كلها تخبط كأن مئات الجثث بتخبط من جوه في نفس الوقت. أصوات صريخ، بكاء، استغاثة. واحدة بتقول: أنا اتدفنت صاحية، خرجوني. صوت راجل بيعيط: قول لمراتي إني بريء. سعيد وقع على الأرض مش قادر يتحرك، وشاف مدفن قدامه بيتفتح لوحده، وطلع منه راجل جسمه مليان تراب وكفن مقطوع ووش نصه متاكل. الراجل بصله بنظرة ثابتة وقال: احنا راجعين. كل اللي اتدفنوا قبل ما يموتوا، كل اللي اتظلموا ليلة الحساب جت. وبعدين اختفى فجأة، النور كله طفى ورجع الظلام تاني مرعب. بعدها صوت واحد راجل كبير جه من ورا سعيد وقال: انت كمان وقتك جه. سعيد حاول يجري، لكنه اتسحب جوه المدفن فاضي، والباب قفل لوحده. وسمع صريخ وهو بيخبط زي الباقيين: طلعوني انا لسه عايش. بعد يومين الناس لقوا المقابر كلها مفتوحة على الاخر، والسور مكسور ومفيش اي اثر لعم سعيد. بس لقوا الباب مدفون عليه خبط كتير من جوه، وكانوا مكتوب بالدم. الباب اللي يتفتح للميت عمره ما بيتقفل على الحي. ومن يومها كل اللي يعدي هناك بالليل يسمع صوت حد يقول: طلعوني انا لسه هنا. من كام يوم البلد قررت تمد المقابر وتزود مدافن جديدة، وأول مدفن حفروه لقوا تحت الأرض أكتر من 40 جثة مدفونة من غير توابيت، شكلهم ماتوا وهم بيتنفسوا. والعامل اللي كان بيحفر إنه سمع صوت سعيد بيهمس في ودنه: ما تعملش زيهم، لو وقعت هنا مش هتطلع. لحد هنا احنا وصلنا لحد آخر القصة. ما تنساش لو القصة عجبتك تعمل لايك، تكتب كومنت، تشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وياريت تشارك الفيديو مع غيرك عشان يستمتع بالقصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.